انا ما حبيتش اطول عليك الفيديوز، فاول فيديو كان مدته 12 دقيقة، فكان الموضوع بسيط وسهل خالص. عشان تعرف انا بقول ايه لازم ترجع للبارت الاول او الجزء الاولاني، تعرف انا انتهيت بايه، وتعالى اقول لك الجزء الاخير اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ازاي يا مستر لو انا عندي ايكويشن بتتكون من تو unknown، عندي حرفين انا مش عارف اوصل لهم في الايكويشن زي الاكس والواي، وجي قال لي فايند اكس وواي، وطالما عندي تو unknown يبقى لازم يكون عندي تو equations. طب ايه هم يا مستر التو equations؟ عندي x plus 3y equal 6، والتانية 2x plus 8y equal -12. واحنا قدرنا نتصرف وقدرنا نجيبها بورقة وقلم. كان الموضوع طويل شوية ولكن هو سهل وبسيط خالص. تعال اقول لك بقى طريقة اسهل واسهل 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 تأكد احنا هنستخدمها عشان نأكد ان انا كنت بفكر صح. احنا في النهاية وصلنا ان الواي ايكوال -12 زي ما انت شايف هنا، وان الاكس ايكوال 42. طيب بص بقى يا سيدي، لو عايزين نجيبها عن طريق الكالكوليتر بنجيبها ازاي؟ بمنتهى البساطة ندخل عند مود، تاني واحدة او اسف تالت واحدة هنلاقي مكتوب كلمة equation. طيب انا عندي كام unknown يا مستر؟ عندي 2 unknown، فبالتالي عندي x و y. 2 unknown x و y، يبقى هنختار نمبر ايه؟ هنختار نمبر 1. تمام؟ بمنتهى البساطة هنبدأ نظبط الآتي. انا عندي اول equation يا مستر، الاكس دي جنبها كام؟ جنبها 1، يبقى نعمل 1 equal. الواي يا مستر جنبها ايه؟ جنبها 3، يبقى تعمل 3 equal. ايكوال كام في الاخر؟ ايكوال 6، يبقى 6 ايكوال. خلصنا اول ايكويشن، نخش على الايكويشن الثانيه. الاكس جنبها ايه؟ ولازم الترتيب زي ما هو، اكس ثم واي ثم النمبر، اكس ثم واي ايكوال النمبر. طيب انا عندي يا مستر الاكس عندها ايه؟ عندها 2، يبقى 2 ايكوال. الواي جنبها ايه؟ جنبها 8، يبقى 8 ايكوال. يبقى 8 ايكوال. بعد كده الرقم اللي بره الايكوال كام؟ -12 ايكوال. يبقى انا كده كتبت التو ايكويشنز اللي عندي. بعد ما تعملهم هتجيلك الاول الفاليو بتاعت الاكس ثم الفاليو بتاعت الواي. طب تعال نشوف الاكس بكام. الاكس طلعت عندي ب 42 زي ما انا مطلعها هنا، يبقى انا اشتغلت صح وطلعت الفاليو صح. طب الواي يا مستر انا مطلعها كام؟ -12. طب تعالى نعمل ايكوال مره كمان، هتلاقي كاتب لك فوق ان الواي ايكوال -12، يبقى انا قدرت اطلعها صح وقدرت احصل على التو unknown بمنتهى السهوله. قدرت احصل على التو unknown بمنتهى السهوله. يبقى ده اول جزء، وده هتلاقي ناس كتيره مش بتتكلم فيه، مع انه مهم جدا 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 جدا. مستر ده اغلبه ماث، ده حقيقي، بس انا لازم اتاكد ان انت المعلومات دي واصله لك كويس وبتقدر تتصرف فيها كويس وبتقدر تحلها احسن من مستر شادي كمان بكتير قوي 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 قوي. طيب تعالى ندخل في جزء تاني. انا بحاول بقدر الامكان ان انا ما اكبرش عليك الفيديو عشان ما تزهقش مني. انا مقدر جدا ان انت في اجازتك وانا واخد وقت من اجازتك وبشرح لك فيه حاجات، فانا عشان كده بحاول بقدر الامكان ان انا اجيب لك حاجات سهله وبسيطه افكرك، بس عشان عايزك تكون بس مطمن ان الدنيا سهله وبسيطه، وعايز بعد كده لما نيجي نحل ما نعيدش الكلام ده، نبقى خلاص اعتمدنا ان احنا اخدناه قبل كده. طيب بص بقى يا سيدي، انا عندي في جزء تاني وهو جزء الكونفرجنز. جزء الكونفرجنز ايه هي يا مستر الكونفرجنز دي؟ التحويلات. عندي جزء بتاع التحويلات. ايه هو الجزء ده؟ تعال اقول لك عليه بمنتهى البساطه. بص بقى يا سيدي، احنا عندنا فيه شويه فيزيكال كوانتيتيز اساسيه، وده انا كنت عامل عليها فيديو وهتلاقيه موجود على البيج بتاعت الفيسبوك، خش وهتلاقيه على طول بشرح لك فيه انواع الفيزيكال كوانتيتيز، ودي كنا اخدناها في ثالثه اعدادي، وايه هم انواعهم اللي هم سكيلر والفيكتور، وكل واحد بيعتمد على ايه. واحد بيعتمد على الماجنتيود فقط او الفاليو فقط، والتاني بيعتمد على الماجنتيود والدايركشن وهو الفيكتور فيزيكال كوانتيتي. طيب يبقى انا عندي فيه شويه فيزيكال كوانتيتيز. ايه هي يا مستر معنى كلمة physical quantities؟ anything can be measured، اي حاجة قابلة للقياس. طولك، وزنك، الساعة، الوقت، الانتنستي، البوتنشال ديفرنس، الريزيستنس، اي
اي حاجه موجوده حواليك ليها قياس تقدر تقيسها، بنسميها فيزيكال كوانتيتي. سكيلر ولا فيكتور ده قصه تانية، سكيلر ولا فيكتور ده قصه تانية، ولكن انا بكلمك على الاساس بتاعنا. طيب انا عندي يا شباب شويه ستاندرد يونتس كده بنشتغل بيها. بمعنى انا عندي سي مثلا انا جيت اقول لواحد مثلا هو انت معاك البرتقال اللي في ايدك ده قد ايه؟ فواحد قال لي يا مستر ده دول مثلا 100 جرام. واحد تاني قال لي ده 1 كيلو جرام. واحد تالت قال لي ده 1 طن. واحد رابع قال لي ده ميجا جرام. واحد خامس قال لي ده مايكرو جرام. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ هو كل واحد يا جماعه هيقول لي يونت؟ احنا عايزين نتفق على يونت كلنا نشتغل بيها. يبقى الموضوع بالنسبه لي في ستاندرد يونتس. يعني لو انا جيت اقول لك مثلا يا ابو حميد قول لي الماس بتاعه الحاجه اللي قدامك دي قد ايه؟ تقول لي 1 كيلو جرام، 2 كيلو جرام، 5 كيلو جرام، 10 كيلو جرام. هتلاقي ان انت رحت مثبت لك كده ميجرنج يونت كلنا هنشتغل بيها يا جماعه. طالما انا هسالك عليها كلنا هنشتغل بيها عشان ما يحصلش لخبطه. طيب عندي شويه فيزيكال كوانتيتيز كده اساسيه والميجرنج يونت اللي العالم كله اتفق ان احنا هنشتغل بيها، تعالوا نتعرف عليها. يعني مثلا سي لو انا سالتك على اللينث، مثلا سالتك على الماس، مثلا سالتك على التايم، مثلا سالتك على الكورنت انتنستي اللي ماشي في السلك، مثلا سالتك على البوتنشال ديفرنس، مثلا سألتك على الفورس، مثلا سألتك على الريزيستنس. كل دي حاجات انا ممكن اسألك عليها. لو احنا سيبنا الموضوع عايم كل واحد هيجاوب بميجرنج يونت بمزاجه. يعني مثلا لو انا بسألك على اللينث، واحد هيقول لي يا مستر بالمتر، والتاني بالكيلومتر، والرابع بالميجا متر، والخامس بالسنتيمتر، والسابع بالمليمتر. ايه ده يا جماعه بقى يا جدعان بقى؟ ما تلخبطوناش بقى، ثبتوا لي ميجرنج يونت كلنا نتفق عليها، كلنا نتجمع عليها، كلنا نحول ليها. يعني ما ينفعش مسألة قدامك تبقى واحدة بالمتر، واحدة بالسنتيمتر، واحدة بالمليمتر، وانت تروح جايبهم لي كلهم مع بعض. غلط 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 كبير، واحلى صفر على عيونك. في الحالة دي لازم نوحد اليونتس كلها تتحول الى متر. تمام؟ طيب يبقى انا اللينث عندي هنقيسه بالمتر. طب الماس بالكيلو جرام. طب التايم بالسكند. طب الكرنت انتنستي بالامبير. طب البوتنشال ديفرنس بالفولت بالامبير. ممكن نكتبها كده وممكن نكتبها كده وممكن نكتبها امب، كلهم صح. طب الفورس بالنيوتن. طب الريزيستنس بالاوم. يبقى احنا شويه ميجرنج يونتس اتفقنا ان احنا هنشتغل بيها. اي حاجه غير دول نحولها لدول، اي حاجه غير دول نحولها لدول تاني، اي حاجه غير دول نحولها لدول. طيب تعالى يا مستر اديني شويه اكزامبلز. يعني انا يا مستر لو عايز احول من مليمتر الى متر، ولو انا عايز احول من ايه ده؟ ايه الرمز الغريب ده يا مستر؟ الى متر. ولو انا عايز احول من ام كامله متر. ايه ده بقى؟ ايه الحاجات دي يا مستر؟ يعني ايه ام؟ يعني ايه ام كده عندها رجل طويله ورجل قصيره، وعندنا ام تانية كابيتال عندها رجلين طوال؟ هما ايه الرموز دي؟ ومن هنا بدأنا نتعامل ونحول مجموعه من الارقام. لقينا طريقه لكتابه الارقام. ايه ده؟ دي حلوه التركايه دي. لقينا طريقه لكتابه الارقام. يعني ايه يا مستر؟ هو ايه الرمز ده؟ ده رمز الملي. الملي ده اللي هو ايه؟ اللي هو 10 باور نيجاتيف 3. هو ايه الرمز ده يا مستر؟ الام المايعه دي او الام اللي عندها رجل ورجل دي اسمها مايكرو. طب دي بترمز ليه يا مستر؟ 10 باور نيجاتيف 6. يعني انت تقصد يا مستر ان انا بدل ما اكتب 10 باور نيجاتيف 3 اروح كاتب ملي؟
بدل ما اكتب ام بالمنظر ده او بدل ما اكتب 10 باور نيجاتيف 6 اروح كاتب مايكرو. طب ايه الام الكامله دي؟ دي اسمها ميجا، اللي هي 10 باور 9، 10 باور 6. يبقى انا عندي الميجا اللي هي شبه مليون يعني، بس احنا بنسميها ميجا، ف 10 باور 6. ايه ده يا مستر؟ يعني انا عندي في مجموعه من الارقام اختصرناهم على هيئه فاكتورز، على هيئه سيمبل. ايه ده حلو الحوار ده، تعالى نكتبهم ونتعرف عليهم لو انت ما تعرفهمش. اعتقد في جزء كبير انت عارفه وفي جزء انت مش عارفه، نتعرف عليه دلوقتي. بص يا سيدي، انا عندي فيه مثلا 10 باور نيجاتيف 15، دي ممكن نسميها ايه؟ 10 باور نيجاتيف 9، دي ممكن نسميها ايه؟ 10 باور نيجاتيف 6، دي ممكن نسميها ايه؟ 10 باور نيجاتيف 3، دي ممكن نسميها ايه؟ 10 باور نيجاتيف 2، دي ممكن نسميها ايه؟ طب تعالى بقى 10 باور 2 دي ممكن نسميها ايه؟ طب 10 باور 3 دي ممكن نسميها ايه؟ طب 10 باور 6 دي ممكن نسميها ايه؟ طب 10 باور 9 دي ممكن نسميها ايه؟ طب 10 باور 12 دي ممكن نسميها ايه؟ في حاجات هتلاقي نفسك انت عارفها وحاجات جديدة عليك. طيب بمنتهى البساطة 10 باور نيجاتيف 15 ممكن نشيل الرقم ده ونحط مكانها كلمة فيمتو. فيمتو سكند، فيمتو سكند، تمام، زي الفيمتو سكند اللي هي ايه؟ اللي هي 10 باور نيجاتيف 15. طيب عندك 10 باور نيجاتيف 9 دي بنسميها نانو. طب 10 باور نيجاتيف 6 دي بنسميها مايكرو، اللي احنا كنا لسه عاملين رمزها. طيب ال 10 باور نيجاتيف 3 دي بنسميها ملي. طب 10 باور نيجاتيف 2 دي بنسميها سنتي. طب 10 باور 2 اسمها هيكتو. طيب باور 3 اسمها كيلو. طب باور 6 اسمها ميجا. طب 9 اسمها جيجا. طب 12 اسمها تيرا. طب يا مستر هو انا بفضل اكتب الاسم كده كامل؟ لا طبعا، لا طبعا، بختصرها. فبكتب ايه؟ بدل الفيمتو دي بروح كاتب اف، بدل النانو اروح كاتب ان، بدل المايكرو اروح اعمل الام دي اللي عندها رجل ورجل، بدل الملي بروح اعمل كده، بدل السنتي بروح اعمل كده، بدل الهكتو بروح اعمل كده، بدل الكيلو بروح اعمل كده، بدل الميجا بروح اعمل كده، بدل الجيجا بروح اعمل كده، بدل التيرا بروح اعمل كده. ايه ده يا مستر؟ يعني انت لو عايز تقول لي مثلا، انت لو عايز تقول لي 5 سنتيمتر ايكوال كام متر؟ مثلا ايه كمان؟ 10 جيجا جول ايكوال كام جول؟ عايز تقول لي 5 كيلو جرام ايكوال كام جرام؟ عايز تقول لي 5 جيجا جرام ايكوال كام جرام؟ طب يا مستر ما انت قلت لي خلاص بقى الموضوع بقى سهل. السنتي ب 5 ب 10 باور نيجاتيف 2 يبقى 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. طب الجيجا جول، الجيجا اللي هي يبقى انا احط الرقم زي ما هو 100 تايمز 10 باور 9. طيب كيلو جرام يبقى 5 تايمز 10 باور 3 جرام. طب الجيجا يا مستر الجيجا اهي يبقى 5 الرقم بينزل زي ما هو تايمز 10 باور 9 جرام. ايه ده الموضوع سهل وبسيط خالص. الموضوع سهل وبسيط خالص، بيعتمد كليا على حفظك لهذه الفاكتورز. حفظت الفاكتورز، حفظت ارقامها، هتقدر تحولها بمنتهى البساطة. الحاجات دي المفروض اثناء الحل البروبلمز بتاعتنا مع الوقت يبقى انت خلاص حفظتها وشربتها،
مش هينفع في وقتها تقعد تفكر هي الجيجا دي اللي هي كانت 10 باور كام، كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولا كانت رايحه فين ولا راجعه منين، وتلاقي نفسك عمال تايه في ملكوت الله. وليه؟ ما يلا نبدا فيها ونلعب بيها دلوقتي، عشان اثناء البروبلمز تلاقي نفسك اسرع من كل اللي حواليك. ما انا بدات بدري، انا مختلف عن كل اللي حواليا عشان انا تعبت وعملت مجهود اثناء السيشن واثناء فتره الاجازه، فربنا كلل مجهودي ده وخلاني بقيت سريع قوي في البروبلمز بتاعتنا. فما تستهونش باي حاجه ممكن تعملها ولو بسيطه، ارجوك ما تستهونش باي حاجه ممكن تعملها ولو بسيطه. طب تعالى نعمل حاجه مختلفه. لو انا عندي 300 متر ايكوال ايه؟ ده ممكن تبقى ايكوال اكتر من حاجه، ممكن تبقى ايكوال اكتر من حاجه. هو مش احنا خدنا في الماث ان انا ممكن اشيل دول واروح كاتب 3 تايمز 10 باور 3، بدل ما اعملها 1000 تبقى 10 باور 3؟ ما هي. طيب مش انا برضو ممكن اروح شايل دي واحط مكانها كيلو، يعني هتبقى ايكوال 3 كيلو متر. طب هو انا ليه بعرف كده؟ ليه الحاجات دي فارقه معايا؟ عشان انت لو انت جبت بروبلم معينه، جبت الانسر بتاعتها وطلعت 300 متر، بس جيت تبص في الام سي كيو او في التشوز ما لقيتش الانسر دي موجوده، هتلاقي نفسك يا مستر ده انا عملتها غلط، ده انا مش لاقي الانسر، ده هم عاملين الاجابات غلط او عاملين السؤال غلط، ده هم غلطانين، ده هم لازم يتعاقبوا، ده هم، وتلاقي نفسك انت خرجت وشايف ان هم غلط ومع ذلك هم مش غلط. ليه؟ ما عشان انت عندك دي ممكن يكتب لك مكانها 3 تايمز 10 باور 3 وهي ممكن يروح كاتب لك مكانها 3 كيلو متر وهي. يبقى الموضوع ده بيخلي عندك فيه فلكسبيليتي في حلك، ما تبقاش انت مصمم على اجابه معينه لو مش موجوده. سوري الناس دي بتعمل حاجات غلط، سوري الاجابات اللي هنا غلط، سوري الناس دي ما بتفكرش صح، سوري يا مستر انا مش قادر اكمل معاهم، ايه ده في ايه؟ لا الموضوع سهل وبسيط خالص. خلي عندك فلكسبيليتي وخليك فاكر ان هي دي اللي بتفرقك عن اللي حواليك. لما انت تلاقي عندك ان انت عارف ان الاجابه يا اما هتطلع كده يا اما هتطلع ب100 شكل تاني، عادي، ما انا كده متعود. مثلا انت عملت اجابه سؤال، والسؤال الانسر اللي انت طلعتها كانت مثلا 3 مليون جرام، وجيت تبص في الانسر ما لقيتهاش، عادي يا مستر، ما ممكن برضو ال 3 مليون جرام دي ممكن احولها ل 100 شكل تاني. طب ما تيجي نحولها سوا ل 100 شكل تاني يا مستر، ما هي ممكن تبقى ايكوال 1 2 3 4 5 6 زيروز هنا، يبقى 10 باور 6، يبقى انا ممكن اعمل 3 تايمز 10 باور 6 جرام وهي ايه ده؟ طب ما هي يعني انا ما لقيتش دي ولقيت دي صح، وممكن ما لقيتش دي ولا دي، ممكن تبقى ايه؟ مين الشاطر الجامد اللي هيقول لي مستر احنا ممكن نشيل دي 10 باور 6 ونحط الايكوال ليها، ما 10 باور 6 اللي هي الميجا، يعني ايكوال 3 ميجا جرام وهي وهتعتمد على حفظك للتيبل ده وعلى ان انت عندك فلكسبيليتي في حلك. فانا لقيت دي زي الفل، انا تمام وزي الفل ومش هغلط كده ما انا فاهم اللعبه كلها. طيب جالك سؤال كمان، قال لك الاجابه بتاعتنا طلعت 50 ملي متر، وجيت تبص في الانسرز ما لقيتش ال 50 ملي متر، اقف؟ لا طبعا تبقى غلطان. امال هنعمل ايه؟ نبص على الايكوال ليها، لقيتها خير وبركه، ما لقيتهاش ابدا دعبس في الباقي. ما انا عندي ال 50 ملي متر دي انا ممكن اشيلها واشيل كلمه ملي واحط الايكوال ليها، يبقى 50 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 متر. صح ممكن الاقي نفسها ان هي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 متر، هي بمنتهى البساطه. ممكن الاقيها 0.05 متر، هي ايه ده الموضوع سهل وبسيط خالص بيعتمد على الفلكسبيليتي بتاعتك. طب يا مستر لو انا بقى عايز بدل ما انا احول مثلا من متر لكيلو متر او من كيلو متر لمتر، تعال نصعب الموضوع سنه واقول لك في رول ثابته كده تشتغل بيها دايما. تمام؟ خليك بقى معايا عشان نعرف الرول الثابته اللي هنشتغل بيها دايما. بص يا سيدي، انا عندي في مجموعه من الارقام او اليونتس اللي هنحولهم لبعض.
تعال ناخد حاجه سهله وبعد كده نصعب الموضوع سنه. سي انا عندي 3000 كيلو سكند، عايز احولها الى سكند عاديه. عايز احولها لسكند عاديه. طب يا مستر مع منتهى البساطه، ما انا عارف ان الكيلو دي اللي هي هنزل رقم زي ما هو، يبقى 3000 تايمز 10 باور 3. صح. وممكن تبقى ايكوال 3 تايمز 10 باور 6 سكند، برضو صح. طيب تعالى نصعبها اكتر، تعالى نصعبها سنه. خلي تاني واحده دي سهله ونصعب من اللي وراها. عندي ال5 متر عايز احولها الى سنتيمتر. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ انا كل اللي انا حليته اللي فات ده، كل اللي حليته اللي فات كان عايز احول حاجه سهله لحاجه صعبه. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا لما كنا بنحل مثلا من كيلو سكند لسكند تايمز 10 باور 3 والموضوع خلص. مستر هي ليها رول ثابته؟ ايه ده بجد؟ طب ايه هي رول الثابته؟ بص يا سيدي، الرقم ينزل زي ما هو، الرقم ينزل زي ما هو، تايمز 10 زي ما هي، حاجه ماينس حاجه، رقم ماينس رقم. دي الرول بتاعتنا. ايه ده؟ هي دي الرول الثابته؟ دي الرول الثابته بتاعتنا، دي الرول الثابته بتاعتنا. طيب انا عايز اركز على ايه دلوقتي؟ خلينا متفقين ان انا عندي شويه حاجات ستاندرد، عندي شويه حاجات ستاندرد اللي هم ايه؟ اللي هم مثلا المتر، الكيلوجرام، السكند، الامبير، الفولت، النيوتن، الاوم، وهكذا. دي حاجات ستاندرد، دي حاجات ستاندرد، يعني دي حاجات ما بحولش ليها حاجه، هي لوحدها كده ثابته. طيب المتر دي هل هي موجوده جوه الجدول بتاعنا اللي احنا لسه قايلينه؟ لا يا مستر، ده الستاندرد، يبقى 10 باور 0. يبقى الستاندرد بتاعنا 10 باور 0 ماينس السنتيمتر. طب السنتيمتر بكام يا مستر؟ ما انت قايل السنتي 10 باور نيجاتيف 2. يعني في الحاله دي كاني بقول لك 5 تايمز 10 باور 2. ايه ده بقى؟ لا يا مستر، ده انا عايز واحده تانية وتالتة ورابعه عشان انا حاسس ان انا بدات اتلخبط. طبيعي ان انت بدات تتلخبط، وعشان كده لازم ادربك عليها. تعال ناخد واحده كمان، واحده بقى اصعب سنه. عايزك تحول لي من 5 كيلو جرام الى ملي جرام. طيب يا مستر ما انت قلت لي الرول الثابته، الرقم ينزل زي ما هو تايمز 10 باور حاجه ماينس حاجه. طب الكيلو جرام، الكيلو دي اللي هي ايه؟ 10 باور 3 ماينس الملي جرام دي اللي هي ايه؟ 10 باور نيجاتيف 3. ايه ده؟ يعني قصدك يا مستر هتبقى ايكوال 5 تايمز 10 باور 3 بلس 3، يعني ايكوال 5 تايمز 10 باور 6. بالظبط كده، بالظبط كده. طب يا مستر اديني واحده كمان. يلا نمبر 4. خلاص انا قربت اخلص. 5 تايمز 10 باور 6 سنتيمتر، وعايز احولها الى كيلو متر. خلاص الرول بتاعتنا ايه؟ الرقم ينزل زي ما هو، ادي الرقم زي ما هو، تايمز 10. ده الرقم، ما تلخبطش نفسك، ده الرقم، فعشان كده رحت منزله زي ما هو، تايمز 10 باور حاجه ماينس حاجه، باور ماينس باور. طيب السنتيمتر 10 باور نيجاتيف 2 ماينس كيلو متر، الكيلو 3 او 10 باور 3، ادي 3، يبقى هتبقى ايكوال 5 تايمز 10 باور 6 تايمز 10 ماينس 2 ماينس 3، يبقى نيجاتيف 5 ايكوال، يبقى ده تايمز ده، يبقى 5 تايمز 10 يبقى ايكوال 50 كيلومتر. موضوع سهل وبسيط خالص، هي رول ثابته وبنثبتها. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على حفظنا لهذا التيبل، حفظنا لهذا التيبل. طيب تعال ناخد واحده كمان، او تعال ناخد 2 كمان ونختم بيهم. تعال ناخد 2 كمان ونختم بيهم. نمبر 5 قال لك 5 تايمز 10
باور 6 سنتيمتر سكوير. ايه ده يا مستر؟ انت بتلخبطني بقى. ايه السكوير دي؟ انا عمري ما خدت سكوير. عادي بسيطه جدا. ايكوال كام كيلو متر سكوير. تعال نعيد هي الرقم ينزل زي ما هو، بعد كده تايمز 10 حاجه ماينس حاجه، رقم ماينس رقم. طب السنتيمتر يا مستر؟ السنتيمتر هي ايه؟ هي نيجاتيف 2. طب الكيلومتر يا مستر؟ هي 3. طب هما لوحدهم يا مستر؟ لا، امال كلهم باور 2. انا مالي يا عم؟ انت اللي قلت لما كانت لوحدها سبتها لوحدها. يبقى هنخليها زي ما هي 5 تايمز 10 باور 6 وبعد كده تايمز 10 باور نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 يبقى كام؟ نيجاتيف 5. نيجاتيف 5 يبقى باور 2 يبقى نيجاتيف 10. يعني هتديني في الاخر، وعايز تمشيها واحده واحده مفيش مشكله. يعني انت عايز تمشيها 10 باور نيجاتيف 2 باور 2 يعني 10 باور نيجاتيف 4، وهنا 10 باور 3 باور 2 يبقى 10 باور 6. طيب يبقى هنا 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 كيلو متر سكوير. اديني واحده كمان يا مستر عشان انا الموضوع يبقى اسهل معايا، وغير لي بعد اذنك رقم 5 ده عشان اتخنقت منه. تعال اقول لك 700 تايمز مثلا 10 باور 3 متر باور 3 متر كيوب ايكوال كام سنتيمتر كيوب. طيب يا مستر ما هي سهله، هننزل الرقم زي ما هو 7000 تايمز 10 باور 3. طب وبعدين نرجع للرول بتاعتنا، الرقم ينزل زي ما هو، مش ده الرقم؟ ينزل زي ما هو. بعد كده نخش على الرول بتاعتنا تايمز 10 حاجه ماينس حاجه. طب يا مستر هي الميتر دي مش ده البيس بتاعنا؟ مش ده الستاندر بتاعنا؟ يعني ده موجود في الجدول؟ لا. يعني اللي هو ايكوال ايه؟ 10 باور 0. ليه يا مستر؟ اشمعنى الزيرو؟ عشان اي حاجه باور 0 ب1، فبدل ما نكتب 1 بنكتب 10 باور 0 ماينس. انا عندي هنا السنتيمتر. طب السنتيمتر بايه؟ بنيجاتيف 2. بنيجاتيف 2. طيب انا عندي نيجاتيف 2 وهي اصلا باور 3 يبقى نيجاتيف 6. فاهمين؟ يبقى نيجاتيف 6 اللي هي كانها كده، تعالى على جنب كده، اللي هي 10 باور نيجاتيف 2 وكلها باور 3 اللي هي ايكوال 10 باور نيجاتيف 6 اهو. بس انا سهلتها عليكم وكتبتها على طول. طيب يبقى 7000 تايمز 10 باور 3 تايمز 10 باور 0 ماينس 6 يعني 6 اهي. طب وبعدين يا مستر؟ يعني هتديني 7000 تايمز 10 باور 3 تايمز 10 باور 6 يعني 10 باور 9. احنا اتفقنا يبقى 3 بلس 6. احنا عارفين لو 10 باور 3 تايمز 10 باور 6 اللي هي ايكوال 10 باور 3 بلس 6، يعني اللي هتبقى ايكوال 10 باور 9. المفروض دي حاجات المفروض نكون فاكرينها، ولو مش فاكرينها انا بفكرك بيها. يعني مثلا لو 6 اوفر 10 باور 3 يعني هتبقى ايكوال 10 6 ماينس 3 يعني هتبقى ايكوال 10 باور 3. انا بفكرك بالحاجات دي عشان اثناء البروبلمز انت المفروض ما تاخدش وقت فيها. طيب 7000 تايمز 10 باور 9 مش هي يا مستر 7 تايمز 10 باور 3 تايمز 10 باور 9 يعني هي 7 تايمز 10 باور 12. كل ده هو سنتيمتر كيوب. وكده نبقى خلصنا جزء صغنن او جزء كده مهم من البيزكس بتاعتنا اللي انا محتاجك تعرفهم. يبقى احنا خدنا جزء الكونفرجنز وده اللي انا محتاج ان انت تعرفه كويس. وتاني حاجه خدنا الجزء بتاع الايكويشنز. ارجوك حاول تتفرج على الفيديو اكتر من مره عشان هتلاقي الموضوع في الاول انت دماغك مهنجه عشان بقالك فتره في الاجازه ومش مركز كده، ومع الوقت هتلاقي نفسك بدات تفهم اللعبه. وعايزك انت تعمل لنفسك اسئله،
اعمل لنفسك اسئله واحفظ التيبل بتاعك، واي سؤال يقف معاك تعالى لي قول لي يا مستر بعد اذنك فهمني عشان انا اتلخبطت، او شوف لي الاجابه دي صح ولا غلط. انت عارف رقم الواتساب بتاعي، عارف الفيسبوك بيج بتاعتي، تقدر تخش تسالني في اي وقت، حتى لو انا مش موجود اي حد من التو اسيستنت اللي معايا يقدر يساعدك ويجاوبك. حتى لو هم مش عارفين بيرجعوا لي ويتاكدوا مني ويرجعوا لك بالاجابه. مش هسيبك لوحدك مهما كان. السنه اللي فاتت ما كانش عندنا غير واحد اسيستنت، السنه دي بقوا 2، وان شاء الله في اليومين الجايين هيبقوا 3. فهتلاقي ان انت في اي وقت بتبعت لي اي سؤال بكون جنبك ومش بسيبك. نتقابل على خير قريب اول لما المنهج بتاعنا ينزل. باي باي.